أهلا وصفة جديدة من وصفاتي معكم. راح نسوي بسبوسة بطريقة جدا 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 وكمان جدا لذيذة. يلا مع بعض نبدأ أول شيء نكرمل السكر. عندي هنا السكر وراح أكتب لكم كل المقادير وأضيف عليها ملعقتين موية وأتركها لحد ما تبدأ تتكرمل. بعد ما بدأ السكر يطبخ بهالشكل راح أضيف الآن رشة الفانيلا، وهنا عندي عصرة الليمونة وعليهم العسل. راح أنزل العسل وأخلط كلها مع بعض وخلاص أطفيها وأتركها على جنب. تكرمل السكر عندي مثل ما انتم شايفين، وقلت لكم لا تلمسونه لحد ما يتكرمل تماما. الآن راح أضيف عليه الحليب وأستمر بالتقليب. نفس الشيء أستمر بالتقليب، وراح أضيف ملعقتين العسل وأقلبها لحد ما تندمج مع الخليط. آخر إضافة تبي تكون كمية السمن، وأستمر بعد بالتقليب. اختلطت كلها مع بعض، أتركها شوي تغلي وتركها على جنب لحد ما أطلع البسبوسة. اندمج عندي الخليط، بقفل عليه وخليه يهدى شوي ونروح للخطوة اللي بعدها. على ما يهدى الخليط نجي نخلط البسبوسة. عندي هنا كمية السميد وعليها البيكنج باودر والجوز الهند، ونحركهم كلهم مع بعض. حركت المواد الناشفة كلها مع بعض لحد ما اندمجت، وبعدها راح أصب الخليط اللي سويته أنا وياكم ونحرك كل المواد مع بعض. خلطتها لحد ما اندمجت كل المقادير مع بعض. تشمون الريحة شيء خيال. الآن راح أنزلها بصينية وتكون مدهونة زبدة أو سمن براحتكم، وراح أوزعها وأضغط عليها. نزلتها الصينية وكبستها بأي أداة عندكم، ونفس الشيء على الوجه أي نوع مكسرات انتم تبون. أنا بحط فيها البندق كذا، ضغطة بسيطة بس حطها على الوجه وضغطة بسيطة ونكمل كذا تكون جاهزة. نشيلها وندخلها الفرن من تحت أول وبعدين من فوق. وبنفس الوقت نبي نسوي الشيرة. عندي هنا كاسين موية عليهم كاستين سكر. أشوف إن المقدار جدا مناسب، اللي تشوف إنها كثير تحطها كاسة ونص، لكن ترى الأفضل كاسين. طلعت البسبوسة من الفرن ورأسا وهي حارة والشيرة حارة. راح أساقيها فيها وأتركها بعدها ترتاح تقريبا 10 دقائق ربع ساعة لحد ما تتشرب وتهدى.